بذا الجاه انشروا حالتها للفاعلين الخير، عل وعسى يلاقوا من يفعل خير فيهم. يوميا بيستغرقوا دبة أكسجين، عيالها باعوا كل ما فوقهم وما تحتهم، ما قدروش يوفروا حتى الآن حق دبة أكسجين. والله أن ابنها بيرسل لي رسائل أقسم بالله تدمع لها العين، ما أقدرش. أنا لو في استطاعي قسما بالله لا تكفل بها، بس والله ما في لد حيلة. فرجاء غاية الرجاء، أقل شيء شارك المنشور مع فاعلين الخير، افعل الذي تقدر عليه. برسل لكم ذا الحين اسم ابنها قصدي ورقمه، تشوفوا حالتها الذي ماش متأكد ولا شيء يدخل الراسلة بيرسل له كل البيانات وكل الوثائق وكل الفحوصات، ومن مركز السرطان كل شيء يعني متواجد معهم. فافعل جهدك، أقل شيء فعل لايك، مشاركة، عد نشر الفيديو، لا توقفش. خلونا ننقذ نفس من الموت. اليوم ما فيش معهم ولا دبة أكسجين. أنا مسك يحيى محمد الوتيحي، أتنتين الدباب ب20,000 حق الأكسجين والمغذيات والبر. حالتي خطرة وأني مريض ما حد يرحم ولا يشفق ولا عد معانا، يلا أنا حق الخلق.